الدكتور بتقول عيونها وأنفها وتمها شكلهم بيشبهوا أبوها. البيبي طلعت شبه وليد. السلام عليكم ورحمة الله. أطلت نور مجداد على الجمهور من على حسابها الرسمي وأعلنت أن البيبي تشبه الوليد. هاي ان شاء الله اخر زياره لبيت وليد ونور قبل ما تيجي البنوته. ظهرت مروة حماد وخالد مجداد وكل عائلة مجداد من بيت الوليد ونور. وقد أعلنت مروة حماد سابقا أنها تستعد للذهاب لبيت الوليد ونور لتجهيز شنطة الولادة مع نور، وكانت هذه هي رغبة نور مجداد والتي طلبت من حماتها أن تساعدها في تحضير شنطة الولادة لها وللبيبي. أيضا فاجأت نور مجداد الجمهور بأنها قالت بأن البيبي إن شاء الله تشبه الوليد. الدكتورة بتحكي لنا إنه هاي البيبي رح تكون تشبه أبوها. وقالت نور إنها كانت تتمنى أن تكون البيبي تشبهها هي أكثر من الوليد، ولكن الدكتورة فاجأتهم على جهاز السونار وقالت أن ملامح البيبي تشبه أبيها أكثر من أمها. وجدير بالذكر بأن نور مجداد الآن دخلت في شهرها التاسع وتستعد إن شاء الله للولادة خلال الأيام القليلة القادمة. عصام مجداد يفاجئ المتابعين على حسابه الرسمي وينشر هذه الصورة التي تجمعه هو والوليد ونور، وكتب عليها أبو خالد وأم خالد وعمو عفو. وبعدما تفاجأ الجمهور من تعليق عصام مجداد على هذه الصورة التي أرفقها على حسابه الرسمي له هو والوليد ونور، تفاجأوا من تعليق أبو خالد وأم خالد تعليقا من عصوم على وليد ونور، ولأن عائلة مجداد والوليد ونور أعلنوا مرارا وتكرارا بأن المولود المنتظر إن شاء الله بنت. تعجب الجمهور جدا وقاموا بالتعليق على هذه الصورة هذه التعليقات. تساءل الجمهور جميعا بأنه كيف يصبح المولود البنت باسم خالد، وقال بعضهم إنه من العادي جدا أن يخطئ بعض الأطباء في تحديد جنس الجنين في بداية شهور الحمل، ويمكن أن يكون هذا ما حدث مع الوليد ونور. ولكن الوليد ونور خرجوا بعد ذلك بيومين تقريبا على حسابهم الرسمي وأعلنوا أنهم يستعدوا للاستعدادات النهائية للولادة إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك استقبالا منهم إن شاء الله واحتفالا لاستقبال مولدتهم الأولى كما ذكروا. ولم يتحدثوا تماما عن أي تغييرات في تحديد جنس المولود ولا يعقبوا أبدا على الصورة التي نشرها عصومي على حسابه الرسمي سابقا، واكتفوا فقط بالحديث عن البيبي بصيغة المؤنث إشارة منهم إنها بنت. متابعينا خلص الفيديو، نرجو ان هو يكون نال اعجابكم. شكرا لكم على المتابعة والى اللقاء في فيديو اخر جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.